اسمي أكرم نايف الحسن، من سكان جبل عبد العزيز. اسم قريتي خراب الزرع. تكون من 12 شخص. يعني كانت أكثر حياتنا شغلنا بالزراعة. يجوا لعندنا مزارعية يطشوا هالأراضي. مشروعنا شي 100 دونم. كان عندنا غنم حوالي شي 200 راس غنمنا. نلحقها مثلا بالربيع نروح الراعي قدامنا، احنا نلحقه بالمي تريلا. طبعا المية ناخذها بالتراكتور والصهريج نسحبه، نرجع نسحب تريلا مشان الغنم. يعني هاي كانت حياتنا وطفولتنا هيك. بعدها كبرنا شوي 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 لبين ما صار عمري بال 18 اشترينا بيت بالحسكة وقعدنا قضيناها بالحسكة. يعني لفترة قولي شي 2 3 ضلينا بالحسكة. رجعنا أخرى على جبل عبد العزيز. بال 2015 اجوا لعندنا، كان بيعدنا جيش حور مع جيش حور دواعش قضب الخابور. كملوا الرفاق بال 2015 كانوا عندنا بجبل عبد العزيز. يعني من نقاشات الرفاق، طبعا الرفاق قعدوا عندنا بالقريتنا احنا. بعدها اشتغلوا على الصوامع، كملوا على القرة، كملوا على جبل عبد العزيز سياد ما سياد، هم مكملين بوجههم الرفاق. كنا احنا صارت مخالطة بيننا وبين الرفاق، نروح للرفاق نقعد عندهم يجون لعندنا. صارت بيناتنا حياة مختلطة احنا والرفاق، رفيقات يبجة. اختلطنا معاهم لبين بال 2017 أنا انضميت للرفاق. اللي خلاني انضم للرفاق الروح الرفاقية. يعني الروح الرفاقية شفناها، معاملتهم الرفاق بين بعض، قعدتهم، طلعتهم، فوتتهم، نقاشاتهم مع الشعب كحرية الشعب. يعني فورا من اجوا الرفاق شكلوا كومينات، مجالس بالمنطقة. يعني ما ظل مثل أولي، يعني عالم ماشي هيك همج، ما في يعني حقك رايح وشي. حرية المرأة. يعني على دور مثل ما نرجع شوي بس بيها شوي لورا على دور دواعش، ايش كانت البرقع هذا الاسود، القناع هذا ممنوع ترميه. يعني بضمن بيتك ممنوع ترميه. اذا يجي لعندك مثل شوف ابن عمك قاعد عندك هيك تصير مشكلة عليك. يلا يا شيخ، يلا 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 شيخ. الشيء المختلف بينات الرفاق والدواعش هي الروح الرفاقية. من هالشيء هذا احنا انضمينا مع الرفاق. يعني ظليت بين الرفاق شغل شيء 15 20 يوم. فوق شيء الدشير، حركات الرفاق، روحاتهم، رجعاتهم. كان الرفاق يطالعونا معاهم، نروح نرجع. وبوقتها كنا عاد نزلنا اجازه، قلت لك 15 يوم ونزلنا اجازه على البيت. سالونا عمامنا ولاد عمي شلون يعني وضعكم؟
بين قادي. كنا الوضع يعني يوم رحنا رفاق استقبلونا، خذونا بصمونا بالعلاقات العسكرية بتلتمر، ورجعنا على الفوج. الوضع حيل زين كويس. وقت التحاقي راح معي أخوي وابن عمي. أخوي أصغر مني، ابن عمي أنا وياه جيل واحد، عمر واحد. ضلوا هم بالفوج، قالوا حتى يشوفوا الوضع شلون وضع الرفاق هين. ناقشوا معي الرفاق، قالوا بي عندنا دورات، تحب تشارك مع رفاقك تروح على الدورات شوف تعلم. قلت نعم، أنا أحب إني أتعلم على السلاح، نتعلم نشوف شلون وضع الرفاق بالدورات، شلون دروس. دورة شرفانو 100 رفيق تجمع طبعا، لبين ما كمل العدد على 150 رفيق كنا. طبعا هو يمكن فوق ال 150 طبعا. قعدتنا الصبح الرفاق، يوم قعدونا رجباش الصبح، اجتماعنا، بعدها نرجع على الفطور، نجي نفطر. هيك قعدتنا الرفاق مع بعضنا. نفوت على القاعة على دروس بنظم يعني بترتيب نظام. يجي رفيق كوميسيون يعطينا دروس. طبعا أول بداية دورة شرفان نو عندنا سلاح، تجي تنظيم أول دروس عندنا سلاح. أخذنا عندنا سلاح، دربنا، طلعنا بتشول على العرازيات، انتشارات. خلصت دورتنا. بعدها بفترة صارت أخرى بدورة النوب. طلبت أنا من الرفاق إني أنا أروح على الدورة مرة ثانية. كان دورتنا الشرفان نو 20 يوم عن سلاح. بعدها رجعونا، جينا قلت على الفوج، نزلت إجازة على البيت ورسالوني أهلنا قرايبيني عن الدورات شلون. هاي أولي يعني قديما كانوا مسوين دورات معد الجيش، الجيش السوري يقول 6 أشهر، يقول ما أعرف إيش. قلت لهم دورتنا إحنا كذا كذا كانت. خلصت إجازتي بضمن البيت، التحقت، ظليت لبين فترة أخرى، رحت على دورة فتنا بيها. كانت دورتنا الثانية دروس سياسي طبعا، عن فلسفة القائد آبو، عن الروح الرفاقية، عن الأخلاق. من الدروس السياسي كله كان. خلصنا ذاك الأمر الدروس السياسي. فتنا 15 يوم دروس عسكري، خلصناها. طلعنا على حمة الرقة. جينا أول ما وصلنا على حمة الرقة هين، كان بي معي رفاق من مشيرفة من الحسكة. فاتوا الرفاق جروبات أول شي قدامنا، احنا كملنا. صار الدور لنا احنا نمشي قدام الرفاق. كنا على موجب 6 رفاق، كل جروب 6. مشينا على الشكل تثبيت نقطة على نقطة، من نقطة على نقطة، ناخذ منطقة بمنطقة. اشتبكنا احنا ودواعش، اشتبكنا احنا هم شغل الشيء فوق الربع ساعة. هيك اشتباك كان خفيف، ربع ساعة كملنا ما وقفنا. لثاني نهار رفاق اجى تبديل لنا، كملوا هم. اجى الرفيقات يبجة، قالوا احنا راح نتقدم بدال الرفاق. يعني هيك التحقنا ان الرفاقات تتقدم، طلبنا احنا نتقدم معاهن، نكمل معاهن. ما انكسرنا، كملنا. ضلينا بالحملة 15 يوم. رفاق بدلونا، جابونا تبديل،
رجعونا ورا، رجعنا على فوجنا. كذاك الأمر نزلنا على البيت، ضلينا حملة الرقة كلها شاركنا بيها. صعوبات حيل لقينا صعوبات بيها طبعا. وقع شهداء بيعدنا من الرفاق، وقع جرحى برفيق من الرقة، هو ساكن عندنا بتل تمر اسمه دفرم، راح عن رجليه. يعني صعوبات، لقينا صعوبات، يعني قد ما تقولين صعوبات حيل قوية تلاقينا. بس على انه مبني على الروح الرفاقية وقلب واحد، ومبني على النقد والنقد الذاتي، يا ما رجعنا لورا، تقدمنا لقدام. لبين ما صار الرقة المشفى والملعب الأسود، ظل بس المشفى والملعب الأسود. من كل الجهات تحاصرت خالص. كذاك الأمر صارت هدنة هي، صار مثل تفاوضات إنهم يسلموا حالهم أسرى هم، سلمناهم واحد واحد، حطيناهم هم وكان بي معاهم بنات من شنقال. طبعا هاي خذوا أول يوم راحوا على شنقال، جابوا مثل ما نقول سبايا، هم جابوهن. خذنا الرفيقات البنات من شنقال، خذناهن حطينا باصات لحالهن، خذوهن بالرفاق. وهذول تبع دواعش شلناهم كلهم، حملناهم خذناهم على الحسكة. طبعا اجت خذناهم قادي على قويران. صار تحرير الرقة الرفاق، سووا احتفالات، والجرحى الرفاق خذناهم على العلاج الرفاق تبع الجرحى. وانتقلنا عاد بعدها على خذنا استراحة رفاق، فاصل شوية استراحة كم فترة حتى ريحوا، وكملنا عاد على حملة الدير. الدير طبعا بعض مكانات كنا نجي هم لحالهم نهزموا دواعش، ما يضل حدا بيها. لبين ما وصلنا قرانيج السويدان. قرانيج السويدان استشهد معانا رفيق من تل تمر، اسمه طريفه الشيحة، اسمه الشهيد جقدار. استشهد جاد معنا رفيق، ولاقينا بها صعوبات، يعني وقع عندنا شهداء كثيرين من الرفاق، عندنا من الرفاقات يبجة جاد وقع عندنا شهداء وجرحى مصابين كثير من الرفاق. صار معنا هالشيات، صار لا تحررنا خاصة الدير تحررت. أخذنا وقت خلص الدير والرقة ورجعنا على نقاطنا، وخين مثل ما حكينا تشكلوا الرفاق، خينا نقاطنا وفاج خين الرفاق صارت عدد كثير. فتنا بروردات، كنا نفوت بروردات. دورة كان ينشيد لورنس 60 يوم سويت مع الرفاق قادي، وبرفيقات كانن معانا يبجة، احنا وياهم مختلطين بالوردة. كانت دروسنا ذاك الأمر عن فلسفة القائد أبو، عن الأخلاق. السياسي كان أكثر شيء عندنا السياسي. احنا الدورة هاي رفاق سوينا تخريج، رجعنا من بعد أنا صرت كومسيون تبع أكاديميات، أعطي دورات. حطيت في أكاديمية الشهيد بوطان دورة، بجبل عبد العزيز مقلوجة أعطيت بها دورة بال. أعطيت دروس جيت أعطيها كلها عسكري، شلون سحب العدو على العرازيات. هاي أكثر شيء كنا احنا نعطيها بأم خلوجة، شلون نسحب العدو، شلون الاشتباكات، شلون الهجوم يصير على الموزيات، تصير كانية. وقع عندنا شهداء كثير هون.
ووقع منهم، قتلنا منهم كثير عدد. ثبتنا على خط السينور تل تمر، أم الكيف، دردارة، العبوش، بور قراجنة، هاي الخط الشمالي. الخط الجنوبي الجوزلية، تل اللبن، الدبسات، هاي بعد تل اللبن تيجي. في كثير مناطق مقادي. طبعا هو صاير شريط حدودي بيناتنا وبينهم. كمان رجعنا على البروردات مرة ثانية، لا القائد أبو وصى ثم الدورة يعني شي بلد تعلوم بروردات ما تقدر تسوي أي شيء. بين جات فترة هي هدنة كان صارت، رجعنا احنا كملنا، فتنا لجوا عليهم، فت على المناخ شي 6 7 8 مرات، فت على المناخ، ضربتهم بالمناخ. القاسمية صوبت بالقاسمية الجوانية. طبعا أول شيء أخذت القرية القاسمية كامل وبدي أنسحب. بالانسحاب أعطونا الرفاق أوامر بالانسحاب وأنا ماشي ضربوني قناص من القاعدة التركية، ضربني بالحوض، هين بحوضي. صار معي ارتخاء عصب، وانضرب العصب عندي بالرجل اليمين. اخلي الرفاق اجوا يجوا علي يسحبوني، ما خليتهم لان كان قناص مستركب علي يضرب، كان يضرب حوالي. تابعت زحفت شي مسافة شي 200 متر، زحف ودعكلة لبين ما وصلت حاجة عند رفاقي. رفاق حملوني على ظهرهم، طلعوني. كنت أتواصل مع الرفاق إنه مشان مؤازرة تجينا، فاتت علي مؤازرة من الرفاق، شالونا وطلعونا. صار اشتباك بعد ما أنا أخذت المنطقة ورديت طلعت، صار اشتباك عنيف حيل، صارت تقع قذايف، طايرة طلعوا وكشف فوقنا تبع الجيش الحر. طبعا رفاقنا طالع، احنا كمان الكشف طلع مشان خاف من الكمينات انه شيء يكون قدامنا، وضربناهم بالكاتوشة، ضربناهم بانواع السلاح الثقيل. هذاك اليوم صارت الاصابة. انا ما فقدت الوعي لانه كان الرفاق ما اعطوني مي نهائيا، ضليت على وعي. ورفاقي كانوا معي كلهم من الحسكة، من قويران، من نشوى. رفاقي كانوا معي، طالعونا. جيت عبرنا على منطقتنا. رفاق جينا قعدنا ببارة لأنه السيارة ما كانت تقدر تيجي، طالع الكشف فوقنا كانوا تضرب الكشف تلقى قنابل. اجوا الرفاق بالسيارة فورا شالونا، اسعاف على تل تمر. وصلنا مشفى تل تمر، الرفاق حطونا بإسعافيات. أنا ومعي رفيق ثاني من الجروب اللي جاني مؤازرة. فورا الرفاق فوتونا على العمليات. أنا الطلقات ضربا عندي، قطعا عندي مصرانين، توصيل بلاستيك صالحز مركب. ضرب عندي العصب، صار معي هبوط قدم
برجلي اليمين، ارتخاء عصبها. ضمن العلاج بالمشفى بعد ما طلعت من العمليات ثاني نهار اجوا اهلي علي زاروني بالمشفى. فات ابوي علي شافني، شلون وضعك؟ قلت له على الله الحمد لله رب العالمين. رد علي حاجاني قال لي ابني خليك قوي، لا تشمت عدوك بيك. انت معروف بين القوات العسكرية، بين رفاقك كلهم يعرفونك، لا تخلي العدو يشمت، على طول لازم تظل قوي وتواجهون العدو حتى تحررون بلدنا، تحررون هالبلد من اليهود هذول الكفار هذول، هالخنازير هذول. بعد طلع ابوي رديت يعني على تختي، ضليت بالعناية 3 أيام. خرجوني على الجناح الثاني، من الجناح الثاني ضليت ب 3 أيام. رفاق خرجوني على البيت، اجت سيارة الرفاق خذوني جابوني على البيت. مارست العلاج، اروح وارجع على المشفى. سيارة الرفاق كنا بشكل يومي الصبح يجيبوني من البيت على المشفى، 2 زمان عندي علاج فيزيائي. بعدها اجيت على بيت الجرحى. بيت الجرحى هو رفاق رايحات رجلين، رايحة ايد، رايحات عيونه، الضالب عين واحد، المفكوك اسمه من هين، طبعا مركب صفايح لوا. بس شلون يعني بدي احكي لك، يعني الروح الرفاقية الرفاق البيت تبع الجرحى يعني شيء ما تتصورينه. يعني يوم الرفاق يقوموا يجيبون يديرون الاكل، ندير الاكل بعضنا، نقعد مع بعض. طلعتنا الصبحيات بوجه النقطة، تمشايتهم، روحتنا يوم نروح ونرجع. يوم ننزل اجازات على التواصل مع بعضنا، شنو وضعك؟ قاعد تسوي؟ وين رحت؟ يعني كان امور كثير يعني تصير بيناتنا احنا الجرحى. اصابتي يعني انا افتخر باصابتي، افتخر بها، يعني انه كالاصابه. بالعكس احنا نحس يعني ما احنا مقدمين شيء، يعني لسه ما احنا مقدمين اي شيء. يعني الواحد ايش قد ما يقدم، يعني ايش يعني اصابتي. جابونا على اكاديميه شهيد دشتي امانوس. اول نهار ثاني نهار صارت تجمع رفاق كلها تجمعنا بيها. بلشنا بيها بدروس سوال. دروس سوال اخذناها بيها اول أن النقد والنقد الذاتي، أول أن أهمية التدريب، أن الرفيقات، درس المرأة أول أخذنا عنه. أول درس المرأة أول كان هو يعني شلون إنه مشترك بالرأي، الرأي مو رأي شخص واحد. أول طبعا هاي بشكل عامية صايرة، يعني أولي كان بعبودية للمرأة، صعب دابا. المرأة أولي ما لها يعني كمكون العربي ما لها دور، يعني الدور الفعال هو دور الزلمة، هو الدور الفعال. أما ألحظ يعني فلسفة القائد آب وأول الشيء اللي تعلمناه، يعني لازم يكون مشترك بنقاشك، بعملك. يعني مو بس أنت لك الحق تروح وترجع، هذه هي لها حق تروح وترجع. يعني مثل أولي أنت تلتزمين بالبيت،
وتربية المنزل وهي الشغلات. لا، يعني مثلها مثلك، يعني دورها هو الدور المكون للمرأة، هو المكون كله، يعني هي الأساس. وخذنا الروح الرفاقية والهين، شلون الروح الرفاقية، شلون تعاملك مع رفاقك الجرحى المصابين. الثقافة بال المكونها بال مكوننا احنا، مكوننا أولي، يعني شلون كانت. طبعا ثقافتنا معروفة إنه ثقافتنا احنا كالعرب، لبس القلابية، محرمة والعقال، هاي من ثقافتنا احنا بال، من دور أهاليتنا جدودنا أولي ماضيا قديما سابقا. الثقافة بال أن مكونك الاجتماعي، الحياة المدنية، يعني شلون أقول لك إياها، يعني ما عندك اختلاطك قليل، مجتمعك قليل. أما كالحياة العسكرية، يعني كانت تجربتي بالحياة، يعني كالحياة العسكرية، يعني مجتمعها حيل يعني قوي هذا. اختلاطك يعني حيل، يعني لك اختلاط، يعني كشفت يعني بين رفاقنا، كروحاتنا رجعاتنا، اختلاطنا كان حيل قوي مع الرفاق هذا. يعني أنا أكثر شيء عندي أحب الاختلاط هو القوي، الاختلاط العسكري هذا. يعني الاختلاط المدني مو شيء بسيط إلي. أملي أني إنه الأمان والاستقرار والحرية، هذا هو أملنا. إنه هالبلد مو بس بلدنا إحنا، كل يعني الحرية لهم. القائد هو يعني هو يعني مع كتب القائد، مي بس رفاق الأكراد هو، هي للحرية الشعوب كامل هو، للطوائف كامل، كعرب، كعاشوري، كيزيدية، يعني للطوائف كامل. كتب القائد، نتمنى الحرية للقائد، مع تحيتنا الثورية للقائد.